السلام عليكم، أنا آدم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي حساس بزاف ولكن ضروري نتكلموا عليه، اللي هو الشهوة. هاد الإحساس اللي كيمسنا كاملين بطريقة أو بأخرى، ولكن كيبقى السؤال كيفاش تقدر تتحكم فيها باش ما تهضرش علينا. إلا حسيت أنك بعض المرات كتضيع وقتك ولا حتى عندك بسبب الإحساس، فهاد الفيديو ليك، خليك معايا حتى النهاية. الشهوة هي إحساس طبيعي خلق الله فينا، كتشكل جزء من فطرتنا كبشر، سواء تعلق الأمر بالشهوة الجسدية، الأكل أو أي رغبة كتحركنا نحو هدف معين. المشكلة ماشي في الشهوة نفسها، ولكن في كيفاش كنديرو نتحكموا فيها بلا ما نسمحوا ليها تسيطر علينا. حنا كبشر عندنا عقل قادر يوازن بين الرغبات والنتائج. في الشهوة ممكن تكون دافع إيجابي يحقق لنا أهدافنا، ولكن إلا فقدنا السيطرة كتحول لمشكل كبير. وهنا كنطرحوا السؤال: واش كنتحكموا في الشهوة تاعنا ولا هي اللي كتحكم فينا؟ فكر معايا، شحال من مرة ضيعتي وقتك مجهودك وحتى قيمتك في حاجة ما كان عندها حتى شي فائدة حقيقية؟ الشهوة إذا خرجت على السيطرة ممكن تخليك تعيش حالة من التشتت، ديما تابع رغباتك وديما تفكر في التأثير ديالها. وكاينة إحصائيات كتقول أن الإدمان على الشهوة الجسدية ولا الإلكترونية، بحال مشاهدة المحتويات غير اللائقة، كيأثر سلبا على التركيز، الثقة بالنفس وحتى الصحة العقلية. وكنشوفوا بزاف ديال الناس اللي حياتهم الشخصية والاجتماعية كتدور غير بسبب هادشي. خاصنا ندركوا بأن التحكم في الشهوة ماشي حرمان، ولكن حرية حقيقية. السؤال اللي كيطرح نفسه: كيفاش نقدر نتحكم في الشهوة تاعي ونعيش بتوازن؟ أول حاجة خصك تعرف أنك ماشي بوحدك اللي عندك شهوة، وهي إحساس طبيعي، ولكن ضروري يكون عندك واحد الوعي. وتاني حاجة ابتعد على المثيرات، حاول ما أمكنك تبتعد على الأمور اللي كتضعف إرادتك. تالت حاجة استثمر وقتك في الرياضة، القراءة والهوايات. كل ما كان عندك أهداف واضحة كل ما نقصت تأثير الشهوة عليك. رابع حاجة تقوى روحانيا، الصلاة، التأمل، ذكر الله كيعاونوا بزاف في تهدئة النفس وضبط الرغبات. المفتاح هو الإرادة والتوازن، عوض ما تهرب من شهواتك تعلم تحكم فيها. في النهاية بغيتك تسول راسك سؤال واحد: شكون اللي خاصو يتحكم، انت ولا الشهوات تاعك؟ تذكر، الشهوة مجرد جزء صغير من حياتك، ماشي هي اللي تعطيك القيمة ديالك. بس الطريقة اللي كتسيطر بها على نفسك هي كتعبر على قوتك الحقيقية. كان معكم آدم. إذا عجبك المحتوى ما تخش عليا باللايك وشارك الفيديو مع اللي كيهمهم الموضوع. نشوفكم قريبا، السلام عليكم.